فيديو النهارده هنشرح ازاي تعمل مقدمة مونتاج الجيمنج بالشكل ده. هناخد منتخب مصر لكاس العالم في اف سي 26. مهمتنا بسيطه او ممكن تكون مستحيله، اننا نوصل لابعد مرحله ممكنه في وسط عمالقه العالم. هل منتخب مصر يقدر يعدي دور المجموعات؟ ولو عدى دور المجموعات هنقدر نوصل لغايه فين؟ فيلا نبدا المشوار، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا يا حبيبي. طيب خلينا نبدا اول حاجه بالشرح على طول. محتاجين نعمل نيو كومبوزيشن. الابعاد طبعا ابعاد اليوتيوب 1920 في 1080. الديوريشن هنا اللي هو مده التايم لاين بتاعك خليها 40 ثانيه كافيه جدا. وهنضيف الفيديو بتاعنا المتقطع جاهز بالشكل ده. هنقف في نهايه الفيديو بالشكل ده، نضغط حرف ان ونضغط كليك يمين ونعمل تريم كومب تو ورك اريا بحيث يخلي مقاس الكومبوزيشن على قد الفيديو. خلينا نسمع كده الفيديو مع بعض. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. النهارده تمام. اول حته دي اللي هي بتاعت يا حبيبتي يا مصر يا مصر دي يعتبر نحسبها ان هي بره الانترو اصلا اللي هيكون فيها الشغل. دي هيكون فيها حاجه بسيطه جدا هعملها برده معاكم. والمفروض الانترو بقى اللي هو فيه شغل الانيميشنز وكده هتبدا تظهر بقى من اول هنا. النهارده هناخد منتخب مصر لكاس العالم في اف سي 26. هنيجي عايزين نقص بقى بين الفريم اللي بيبدا فيه في المقدمه اللي هي قلنا اللي هنعمل فيها الشغل واللي قبلها. فهنيجي نقف مثلا زي كده ونبدا نتحرك، نضغط كنترول ونتحرك من الاسهم كده بحيث يحركنا فريم باي فريم. هنقف عند الفريم ده اللي هو الفاصل بين الاثنين، هنقطع من هنا عشان بس نميز الجزء ده نخليه نسميه مقدمه بس، وده تكمله. طبعا تسميه العناصر مهمه عشان ما تلخبطش الدنيا معاك في التايم. نيجي في اول جزئيه دي محتاجين نضيف عليها حاجه زي الكاميرا بحيث ان هي تكون باينه كانها حاجه زي الكواليس او كده. فهنجيب حاجه زي كده وخلينا نعمل لها سكيل تكون على الشاشه عشان تشيل طبعا الجرين سكرين. هتروح تضيف عليها افكت الكيلاي وهتختار من الاي دروبر هنا اللون الاخضر اللي برده نقصها على مقاس الفيديو. تيجي هنا في البدايه هنكتب كابشن عن الكلام، تعمل كنترول تي وتكتب الكابشن بتاعه. وهنضيف على التكست ده حاجتين. اول حاجه معانا الدروب شادو ونضيف عليه برده جلو بحيث يدينا الافكت ده. طبعا هنا هنستخدم على لون الفونت اللون الاصفر. هنبتدي نعمل انيميشن للكتابه دي. طبعا هنستخدم بلجن الانيميشن كومبوزر. هنستخدم حاجه زي كده مثلا نحط الام بتاعها ومثلا ممكن ناخرها شويه بالشكل ده. خلينا نشوف كده معانا. يا حبيبتي لا هي بطيئه جدا، احنا ممكن نسرعها بالشكل ده. وتروح تعمل كنترول دي لده وتكتب الكلمه اللي بعدها. طيب انا كده خلصت الكابشن اللي هو قاله في البدايه هنا. هنبتدي بقى نعمل الانيميشن بتاعنا اللي احنا عملناه. فهنحدد كل العناصر دي كده ونروح نعمل لهم كنترول الت هوم كنترول هوم عشان يعملوا سنتر معانا في نص الشاشه. وهنيجي نبتدي نرتبهم بالشكل ده. بعد ما خلصنا ورتبناهم هتحدد كلهم كده وتروح تربط بيهم نال. اما هتروح تعمل كنترول الت شيفت واي هيعمل لك نال زي كده وتحدد كله وتربط بيه، او تسهيلا عليك يعني هتحدد كل العناصر دي وتروح على بلجن الموشن تول هتلاقي عمل لك نال بلون مختلف ومربوط بيه كل العناصر دي. فهنروح على النال هنا ونضغط حرف بي وسكيل وتحط كي فريم على البوزيشن. هنبتدي بقى نحرك بالشكل ده. اول فريم ده تخليه في البدايه وبعد كده نمشي واحده واحده مع الكلام ونشوف بالشكل ده. وما تروح تتحرك تعمل الحركه الجايه ما تتحركش على طول في الكي فريمز دول، لا محتاجين كي فريم يكون ثابت. يعني مثلا ده كي فريم ثابت فهناخده كوبي عشان نحرك على الكلمه اللي بعدها. طيب احنا عشان نعمل التراكنج اللي حصل على وشه هنا هنبتدي من اول هنا نقص الفيديو نفسه اللي هو ده. وهنيجي نفتح قائمه او بانر التراكر من هنا. لو ما لقيتهاش عندك يعني هنا ممكن تجيبها من الويندو فوق هنا وتروح تجيب التراكر. واللي هنستخدمه هنا عشان نعمل تراكنج الاستابلايزر موشن. اول ما تضغط عليه يفتح لك مربع زي كده. كل اللي عليك تسحب المربع ده على المكان اللي انت عايز تعمله تراك. فمثلا انا عايز اعمل تراكنج مثلا للمناخير او للعين تكون حاجه بتتحرك في الوش نفسه. هناخد المربع بالشكل ده ممكن نكبره شويه عشان يزود المساحه اللي هو يعمل لها تراكنج. المفروض انك بتخليه في حته فيها كونتراست عالي، يعني مثلا حته تكون ابيض بزياده او اسود بزياده. وهتضغط على العلامه دي عشان يبدا. خلينا نعمل ابلاي من هنا ونعمل اوكي. هتلاقي الطبق معاك بالشكل ده. طبعا هتلاقي الفيديو مهزوز بالشكل ده لانه عمل تراكنج للفيديو وهو ملوش دعوه بالحواف بتاعته. فانت بتعمل ايه؟ بتروح جاي هنا وتروح عامل زوم ان من السكيل، لا معلش على الفيديو نفسه زي كده ويتحركوا عادي. تخلي وش الشخص في نص الفيديو. هتلاقي عندك مشكله بقى ظهرت اما انت تروح جنب الفيديو في حواف ظهر، ودي حلها تروح تحط على الفيديو نفسه افكت الموشن تايل وهتزود في الويتس والهايت بس حاجه بسيطه. يعني مثلا ممكن نخليها 140 ونحط برده في الهايتس 140. وهتفعل حاجه اسمها ميرور ايدجز عشان تخلي في يعني تداخل بين الصوره، ما تخليهاش كده يعني ما تظهرش ان هي حاده. تمام. والتراكنج هيطلع معانا بالشكل ده. يا مصر. طيب نبدا بقى بالشغل بتاعنا. اول حاجه محتاجين نقص النول ده كده عشان هنحط دول في كومبوزيشن لوحده. خلينا نطلع التكمله دي فوق كده لوحدها ونحط دول لوحدهم كده في كومبوزيشن نسميهم مشهد واحد. حاجه محتاجين مع كل الكابشن ده نعمل له تراكنج على الوش. هنبتدي نكتب كابشن على الفيديو كله بالشكل ده. طبعا لو عايز تسهل عليك وانت بتعمل الكابشن هتضغط ال من الكيبورد وانت فاتح وانت ضاغط قصدي على الفيديو عشان يظهر معاك ويفز الصوت. بعد ما تخلص الكابشن بتاعك كله هتاخدهم كلهم وتحطهم في بري كومبوز وهتروح على الفيديو بتاعك تضغط عليه ضغطتين بالشكل ده وتروح على كاميرا التراكر اللي احنا استخدمناها قبل كده بس تعمل حاجه اسمها تراك موشن. هتروح في التراك موشن هنا تعمل ايا كان ايه العنصر اللي انت هتعمله تراكنج. يعني انا بفضل نعمل التراكنج للمناخير، نكبر التراكنج شويه بالشكل ده ونبدا التراكنج من هنا. بعد ما يخلص معاك
هتعمل ايديت تارجت وتختار التارجت بتاعك ان هو يعمله على الكابشن. وفي طريقه تانية انك تعمل نال وتغير من الايديت تارجت هنا تربطه بالنال وبعد كده تربط اي حاجه بالنال، بس انا تسريعا للوقت يعني احنا هنربطها بالكابشن على طول بما اننا مش هنضيف حاجه تانية معاه. طبعا مش محتاجين يكون على المناخير نفسها بالظبط، احنا محتاجين يكون جنب الوش نفسه، بس طبعا ما ينفعش نحرك زي ما قلنا احنا رابطينه بالتراكنج، فلو حركنا هو كده بيغير في البوزيشن. فهنرجع تاني ونروح على الكومبوزيشن اللي احنا ربطنا بيه ده ونعمل نال جديد مربوط بيه يعني، وساعتها نحرك من النال بقى. النهارده هناخد منتخب مصر الكاس العالم في اف سي 26. نقطة إضافية هنروح نضيف على التكست ده جلو، بس أنا كنت ضايف جلو هنا فهنشيل الجلو من هنا بحيث نضيف على الكومبوزيشن كله من بره. حركة إضافية كمان هتعمل لك إفكت المورفينج اللي هو بيكون في تنقل بين الكلام سلس. تيجي عند الكومبوزيشن اللي انت عملته ده تحطه جوه الكومبوزيشن وتغيره من تحت هنا يكون اللي هي موف اول، وتضيف عليه افكت البيكسل موشن بلور وهتعلي بس من قيمه الشاتر دي، ممكن تخليها 250 تنسخه كوبي وتروح تكرر نفس العمليه اللي احنا عملناها دي، تروح تحطه جوه الكومبوزيشن تاني وتعمل بيست للافكت بتاعك. طبعا هتفضل تكرر الموضوع ده لحد ما الشكل يظبط معاك على الشكل اللي انت عايزه. فانا ممكن اعملها كمان طبقه بس كده وخلاص، يعني يكون الشكل معانا نهائي للكابشن بالشكل ده. النهارده هناخد منتخب مصر الكاس العالم في اف سي 26 وهتاخد صوره منتخب مصر معاك زي كده. عايزين نعمل بقى الترانزيشن اللي حصل او الانيميشن اللي احنا عملناه ليها، فهنروح نقصها من اول هنا زي كده. هنروح نعمل لها انيميشن البوب ان من بلجن الانيميشن كومبوزر زي كده ونحط الام بتاعه. ممكن ناخر سرعه الانيميشن بتاعها شويه بالشكل ده. النهارده هناخد منتخب مصر. طيب ومحتاجين بقى عشان نحركها وكده محتاجين اكتر من نال هنستخدمه عشان احركها. خلينا نربط مثلا اول نال بيها زي كده ونفتح البوزيشن والسكيل وممكن كمان الروتيشن، بس اظن مش هنحتاج الروتيشن في اول نال، بس خليه برده معانا احتياط. هنبتدي نعمل 3 كي فريمز عليهم ونخليهم في البدايه ونسابق قدام شويه ونبتدي نحركها بالجنب بالشكل ده زي كده. ممكن نديها سنه روتيشن ماشي، ونعدل الجراف بتاعهم ايس ان ايس اوت وندخل عليه نعدله ونخليه بطيء سريع زي كده مثلا. منتخب مصر الكاس العالم. وهنربط كمان نال اللي هنعمل بيه الترانزيشن، فهنفتح عليه البوزيشن وشيفت وار وشيفت واس كمان، وهنعمل 3 كي فريمز ونخليهم ورا شويه زي كده ونطلع قدام شويه ونبتدي نعمل بقى الترانزيشن بتاعنا. نبتدي نكبر من السكيل وطبعا نتظبط مع حجم البوزيشن زي كده لحد ما يطلع معاك بره الشاشه خالص، وتروح تحط عليه نفس الجراف اللي حطيناه على الباقي. تمام، خلينا نشغل كده ونشوف بقى شكله عامل ازاي معانا. النهارده هناخد منتخب مصر الكاس العالم في اف. محتاجين الاول نعمل الباك جراوند، وعشان تعمل نفس الباك جراوند اللي انا عملتها دي، طبعا الباك جراوند دي سهله جدا هقول لك عملتها ازاي. اول حاجه معانا اللي هي اول لاير بتاع الباك جراوند ده اصلا عباره عن صوره عاديه فيها نجوم يعني بالشكل ده. لو محتاجها طبعا او محتاج اي حاجه من الفيديو ابعت لي عادي على الانستجرام. ضاف لها بس نويز وموشن تايل تمام، ومعمول لها مالتي بلاي من البلندنج مود، فهتبقى معانا بالشكل ده. هنضيف فوقها على طول سوليد لاير عليه جراديانت رامب بالاعدادات دي، وعليه نويز موشن تايل برده نفس القيم ونفس الحاجات اللي ضفناها على الاول. بعد كده تاخد الخلفيه بتاعتك تحطها في الري كومبوزيشن وهتخليها تحت صوره منتخب مصر اللي احنا عملنا بيها الترانزيشن. وكل اللي هتعمله مع بدايه ظهور الترانزيشن ده تروح تعمل ماسك على الخلفيه نفسها بالشكل ده او اي شكل يعني تاني يكون جوه حدود الترانزيشن نفسه، وتروح على الماسك وتحط كي فريم على الماسك باس وتتحرك فريم باي فريم. كل ما يبدا يظهر جزء مختلف من الخلفيه هتعدل الماسك بتاعك بالشكل ده، وهتجيب صوره كاس العالم وهتحط عليها البريسيت اللي هسيبه لك في الوصف او ابعت لي برده على انستجرام، هيحولها معانا للشكل ده. ممكن احنا نعدل فيه حاجات بسيطه زي ان احنا نقلل الجلو بتاعه شويه بحيث يكون معانا بالشكل ده تحسه مندمج اكتر مع الخلفيه. وممكن نرسم عليه شيب زي كده ونحط عليه جلو ونخليه تحت الكاس. طبعا ده كله تكوين انت براحتك انت وابداعك. تمام، بعد ما خلصنا التكوين بتاع المشهد بتاعنا ممكن نعمل بقى انيميشن مثلا اللي هو الشيب اللي هو تحت ده ان هو يفتح مثلا زي كده او ايا كان ايه الانيميشن اللي انت عايز تعمله. فنروح على الشيب نفسه، نروح على الكونتنت، نروح على الريكتانجل، نروح على الريكتانجل بس واحد، نحط كي فريم على الثلاثه ونسبقهم شويه بالشكل ده، او نخليهم مثلا هخلينا نبدا عادي الانيميشن من عندهم. هنفك بس القفل من عند السايز خليه يبدا من يعني زي كده، ونخلي دول في البداية خالص، ونيجي بعد شوية نكبر السايز زي كده. كل اللي هنعمله بس هنعدل الجراف بتاعهم ايز ان ايز اوت ونعدله مثلا حاجة زي كده، مش عايزين يكون حاد قوي، ممكن نخليه بس في البداية اسرع لكن بعد كده يبتدي يبطأ معانا. خلينا نربط بقى الحاجات اللي احنا هنحركها دي بنال ونعمل لهم 3 دي. اول حاجه بس هنعمل كاميرا ونروح نربط بالكاميرا دي نال ونفعله هو كمان ال 3 دي، وهنجيب بقى العناصر اللي احنا هنحركها اللي هي في المشهد معانا ده نفعلهم هم كمان 3 دي بالشكل ده. وهنيجي من هنا اول ما يقول مهمتنا بسيطه 26 مهمتنا بسيطه، اول ما يقول لنا مهمتنا بسيطه هنكتب الكلمه يعني. فخلينا ناخد نفس الفونت اللي احنا عملناه في اللي هو بتاع حبيبتي يا مصر يا مصر، خلينا ناخد نفس عشان يدينا درجه اللون يعني، وكده كده الانيميشن هنخليه مختلف. فنروح نشيل الانيميشن عليه من
الانيميشن كومبوزر، نروح نشيله ونعمله ريموف من هنا. تمام، هيبقى معانا زي كده. نكتب مهمتنا بسيطه، وعايزين دي تكون ورا الكاس الشكل ده. ممكن نخليها باللون الابيض، احسن هيكون شكلها احسن. ونروح طبعا نفعلها 3 دي ونخليها معانا بالشكل ده كده. ممكن نضيف لها افكت الفليكر، طبعا ده بريسيت جاهز، لو محتاجينه برده هتلاقوه يعني مع الملحقات ان شاء الله. مهمتنا بسيطه. اول ما يقول مهمتنا بسيطه لكن ممكن تكون مستحيله، اول ما يقول ممكن تكون مستحيله بقى احنا محتاجين نعمل ترانزيشن للكلمه نفسها. هوريكم برده هنعملها ازاي، بس محتاجين نعمل زوم ان على الكلمه يعني تبقى زي كده. فهنروح بنفس النال ده قبل ما حركه الكي فريم تخلص، هنروح نربط بيه نال تاني ونفتح حرف البي، لان مش عايزين الحركه تقف معانا خالص في الفيديو. ده غلطه قوي ان نروح عامل الكي فريم بعدها بشويه. ما ينفعش الحركه تخلص وتروح تكمل انت الزوم بتاعك، لازم الحركه بتاعتك تكون شغاله زوم ان واوت يعني قبل ما تخلص، فاهمين؟ فهنروح نعمل زوم ان تاني بالشكل ده، نكون مركزين اكتر على الكلمه يعني ممكن نطلع فوق شويه زي كده. وهنعمل له نفس الجراف اللي عملناه للتاني. هنروح اول حاجه نكرر الكلمه عشان هنكتبها تاني، بس عادي نشيل من عليها الفليكر، وهنخلي كلمه مستحيله مثلا باللون الاحمر اللي عشان تدي طابع غموض كده او شر يعني. هنخليها زي كده ونحطها تحت الكلمه دي. اول ما يجي بقى يقول مستحيله محتاجين نقطع دي زي كده، ونروح نضيف عليها افكت السي سي فيلم بيرن، وهنحط كي فريم عند البيرن هنا، ونضغط حرف يو عشان نفتح الكي فريمز. نتحرك قدام شويه ونخلي دي مثلا 90. هنعمل نفس الافكت بس نعكسه على كلمة مستحيل يعني. هنخلي في البداية يبدأ 90 وبعد كده يبدأ يتعمل 0 واحدة واحدة في الكي فريمز يعني. نخليه ماشيين مع دول بالشكل ده. ممكن تكون مستحيله طبعا نسيت اقول لكم ان انا عملت الترانزيشن بتاع التويستر ده، هو سهل جدا يعني. هو مجرد افكت واحد هتحط كي فريمز وتبتدي تغير بس في القيمه دي، هيبتدي يلف معاك يعني بالشكل ده. وده شكل المشهد اللي وصلنا له معانا. ناخد منتخب مصر لكاس العالم في اف سي 26. مهمتنا بسيطه او ممكن تكون مستحيله. طب يا جماعه هو للاسف التصوير فصل وانا شغال، بس خلينا يعني بشكل عام كده نشرح انا ايه الجزء اللي انا خلصته عملت ايه فيه يعني. احنا تقريبا كنا وقفنا لحد هنا في اخر تصوير يعني، فخلينا نكمل نشوف كده ايه المشهد اللي انا وصلت له. بسيطه او ممكن تكون مستحيله اننا نوصل لابعد مرحله ممكنه في وسط عمالقه العالم. هل منتخب مصر يقدر يعدي دور المجموعات؟ اول حاجه معانا في المشهد ده اللي انا عملته، جبت اول حاجه صور للمنتخبات دي زي كده، حطيتهم كلهم كده في بريكون بوز وكبرت المقاس بتاعه زي ما وريتكم قبل كده. وكل اللي انا عملته كانت حركه بوزيشن الشمال بتتحرك اليمين، ومعدل الجراف بتاعهم اللي هو بطيء سريع بطيء عشان يدينا الشكل ده. نوصل لابعد مرحله ممكنه وجبت منتخب مصر عملت له حركه بس دخول بسيطه زي كده. وطبعا كل التحريك والزوم ان واوت وحركه الكاميرا دي ده كنت شارحه قبل كده في فيديو الكاميرا موفمنت يعني. لو محتاج تعرف اكتر عن الكاميرا وازاي تتحرك بسلاسه بيها يعني ممكن تشوف الفيديو كنت شارح فيه يعني بالتفصيل. ونيجي للترانزيشن اللي عملته هنا. العالم هل منتخب مصر ده معمول بالسي سي بيرن فيلم زي ما انا عملته قبل كده، وحركه برده كاميرا خفيفه يعني نفس الشغل اللي احنا عملناه. خليها طيب نكمل شغل على باقي الفيديو عشان المشهد هنا كان ثابت معانا كتير، ما ينفعش يكون ثابت معاك كده عشان ما يبقاش في ملل او المشاهد يزهق ولو الفريم واحد. فاحنا محتاجين نعمل زوم ان او اوت ايا كان اللي احنا هنعمله يعني. فنروح نشوف نفس النار اللي احنا متحركين بيه في الفيديو رابطينه يعني بالكاميرا، اعتقد هو ده. ونفتح البوزيشن نحط كي فريم في البدايه ونتحرك قدام شويه وهنعمل زوم ان وهنعدل الجراف بتاعهم زي كده مثلا. ونروح على الفيديو الاصلي اللي هو ده، عايزين نقلل الاكسبوجر بتاعه شويه اول ما يعمل زوم ان. فهنيجي عند لحظه الزوم ان بالشكل ده، نروح نضيف على الفيديو افكت الاكسبوجر. وممكن عادي برده على فكره تعمل نفس الافكت بالليمتري كلر وتقلل الاكسبوجر منه. فحطينا كي فريم بالشكل ده وهنمشي شويه اول ما يعمل زوم ان ويظبط الكادر بالشكل ده نبتدي نقلل الاكسبوجر بحيث الخلفيه نفسها تغمق معاك. ممكن نضيف جوشن بلور بس انا مش عايز اعزل بشكل قوي العناصر يعني، فهكتفي بالقدر بتاع الاكسبوجر يعني بالشكل ده. ونظبط طبعا الموديل الكي فريمز مع الزوم. يعدي دور المجموعات وعايزين نرجع تاني وهو بيقول ولو عدى دور المجموعات نرجع بالكادر تاني، فنربط بنفس النال ده نال تاني ونعمل بقى بوزيشن ونرجع للكادر الاصلي وخلينا نرجع بالشكل ده. وهتيجي عند الاكسبوجر هتنسخ نفس القيم اللي انت حطيتها دي وهتحطها بس تاني، بس هتغير بقى في تعكسهم يعني فاهم، يبقى من 100 او من اللي هي اعلى قيمه لاقل قيمه. وكده كنت شرحت لك مقدمه فيديوهات الجيمنج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان اقدم محتوى اكتر ان شاء الله. ويا ريت برده لو حابين افكار تانية او في فكره معينه حابب نقدمها يا ريت برده تكتب لي في التعليقات وان شاء الله نشرح الفيديو الجاي. او ما تنساش لو محتاج البروجكت فايل او اي ملحقات ابعت لي على الانستجرام وابعت لك على طول ان شاء الله.